فبينما انت از كونتنت كرييتور يكون عندك تحدي اكثر بكثير لتضمن استمراريتها. ايه بقى الهدف مركز شباب وانا ليه موجود هنا النهارده؟ قناه سكاي نيوز عربيه واحده من اكبر القنوات العربيه اللي موجوده في العالم كله. من اكتر الحاجات المميزه في المكان ان هو بيعبر عن الوحده العربيه، فتلاقوا كم اعلام كل الدول العربيه موجوده في كل شيء في المكان هنا. الهدف من مركز الشباب ده هو اكتر حاجه ان هو يركز على كل حاجه ليها علاقه بالشباب بشكل عام، مشاريع قوميه، مشاريع وطنيه، مشاريع في البيزنس، مشاريع في الاعلام، في كل شيء. هنا في كم كودز غير عاديه كلها بتوحي عن ثقافة الشباب وثقافة المركز. ملهمون عرب، حلول شبابية، كتب طموحية، لقاءات الشباب العربي، مدونات الشباب العربي، بتعبر عن كم الدول العربية اللي موجودة هنا الكتيرة عشان يعبروا عن ثقافة المركز وثقافة المكان اللي هو الهدف منه. هو بيجمع كل الشباب من كل الوطن العربي عشان يطورهم، عشان يحسنوا مهاراتهم، عشان يحسنوا أفكارهم. عيادات نرجع مع كل بليز عشان نبلش نحكي. لحقتش أصور. زي ما المكان هنا فيه كم شغل غير طبيعي، مكاتب كتيرة، أماكن كتيرة الناس بتشتغل فيها، ميتينجز، ايفنتس كتيرة جدا جدا. في مكان هنا مهم قوي 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 لازم تشوفوه. المكان ده يا جماعه تخيلوا يا جماعه ان المكان ده هو ترابيزه بينج بونج موجوده في مكان هو اسمه مركز شباب، والمكان ده بيتعمل فيه كم ايفنتس وفعاليات وتدريبات، ولكن في نفس الوقت في مكان برضه للترفيه كتير جدا. ده غير بقى ان في استراحه ممكن تستخدمها في المكان مخصصه ليك او لاصحابك، بتقعدوا في المكان هنا، ممكن تشتغل فيه، ممكن تتكلم فيه، او حتى ممكن تاكل فيه. وده معناه ان الهدف من المكان يا جماعه مش بس الشغل، الهدف من المكان برضه الترفيه. زي ما انت ليك الفرصه انك تشتغل، وزي ما انت ليك الفرصه ومحتاج تاخد وقت كبير قوي، مجهود كبير جدا جدا وتعب كتير جدا في اليوم، انت في نفس الوقت برضه مطالب انك انت تدي نفسك وقت ترتاح فيه، تلعب فيه، تعمل فيه اكتيفيتي عشان تغير بس المود بتاعك. لعبه مختلفه جدا ومميزه، فكرتها ان ليها قاعده على الارض فيها زي كوينت كده او حاجات صغيره، يعتبر عامله زي الطاوله عندنا في مصر ولكن مختلفه تقريبا. اللعبه دي ليها علاقه شويه بثقافه الامارات يعني. بس تخيلوا مساحه المكان وحجم المكان، حقيقي مريح جدا جدا نفسيا لاي حد ان هو يعمل فيه اي انشطه جديده او مختلفه. النهارده اخدت توك مختلفه جدا جدا عن الاخبار، بس بصراحه يا جماعه انا ما خدتهاش من حد عادي، انا خدتها من حد مختلف. ايوه هو استاذه ميشيلا حداد. ثانك يو سليم. استاذه ميشيلا يا جماعه ما شاء الله هي اطول مني. استاذه ميشيلا هي مذيعه في سكاي نيوز عربيه يا جماعه. عايز اسالك، انت شايفه كمذيعه اخبار ما شاء الله بقالك باع طويل جدا جدا في الموضوع، شايفه انه في فتره معينه مش هيكون موجود فيها التلفزيون في البيت ويبقى كل حاجه اونلاين، حتى الاخبار ممكن شكلها يتغير وتبقى ديجيتال ولا لا؟ سليم السؤال كتير صعب صراحه لشخص بيشتغل بالتلفزيون. بس خليني اقول لك شغله، انه التلفزيون من دون شك عم بيقطع بمرحله فيها متغيرات. we need to go to the digital world ونعمل هيدي الديجيتال ترانسفورميشن. بس انا برايي مع انه يمكن عم بستشرف المستقبل ما رح نستغني عن التلفزيون كجهاز، ممكن يضل اكسسوري بالبيت، لانه بس بعتقد انه الاثنين رح يحتاجوا بعض. فاليوم اللي عم تعمله المؤسسات التلفزيونيه انه عم بتحاول تصنع محتوى بيتناسب مع المنصتين، يعني مع التلفزيون ومع الديجيتال. كثير صعب، كثير في تحديات، عم نجرب يعني. لك بصراحه سليم we don't have answers, we don't have like magical recipes. لا ما بنعرف، اللي عم نجرب بينجح بنستمر فيه، ما بينجح we drop it. بس انه عم نحاول بالمؤسسات التلفزيونيه نواكب هذا التحول. شايفه انه في وقت هتبقى صناعه المحتوى فيه هتاخد نفس التاثير اللي بياخدوا التي في في القنوات الكبيره زي سكاي نيوز عربيه، زي CNN، التاثير، المساحه، قطاع الناس الطويل او الباع الطويل اللي بيوصل له في العالم كله؟ من دون شك في اكيد اوريدي في انفلونسرز وكونتنت بروديوسرز وكرييترز وصلوا حتى عندهم متابعين اكثر من القنوات الاخباريه وعندهم تاثير اكثر من بعض القنوات التلفزيونيه المعروفه. التحدي هو الكونسيستنسي، قد ايه بتقدر تامن استمراريه للمحتوى. التلفزيون عباره عن مطبخ فيه كثير ناس بتروح وبتجي واللي بيضل هو المؤسسه. فبينما انت از كونتنت كرييتور بدك يكون عندك تحدي اكثر بكثير لتضمن استمراريتك. المركز مساحته كبيره جدا وواسعه جدا وفي اجزاء كتيره قوي فيه لسه مصورتهاش، لكن محتاج ان انا اتحرك دلوقتي حالا عشان الباص هيتحرك وهنروح. عندنا زياره ميدانيه في قناه سكاي نيوز عربيه، واحده من اكبر القنوات العربيه اللي موجوده في العالم كله. اوكي
جو مره صعب يعني، بس بحاول. CNN يا جماعه، ولكن للاسف ممنوع التصوير تماما في CNN. مش عارف اقول ايه، بس شكرا لوجودك في الفيديو ده، واكيد ده ان شاء الله يا رب هيك بيكون كل شيء بتعمله على الديجيتال على السوشيال ميديا بينجح وبتضل مستمر. ربنا يخليك. بس شكرا.